مرحبا. هذا الصندوق شفته بالانتيك ستور وحبيت أجدده، تقريبا تندمت إني ابتديت بهذا المشروع. هسه تشوفون شنو السبب، لولا إن النتيجة طلعت حلو. طبعا أول شي أخدته بهذه الحالة وطلع اللاصق جدا عنيد، يعني ما طلع بسهولة، فعملته بكل الطرق. وبعدين الخشب أيضا طلع سيء بدرجة، يعني حبيت إني أسنفره، أغير شوية من نعومته، أبدا ماكو أي فائدة. وهذه أيضا تحت هذه الأقفال لاصق، شلتها بكل صعوبة. اضطريت إني أفتح أي شي زائد في الصندوق، ما طلع اللاصق كله، فاضطريت إني أستخدم الصبغ فوق اللاصق. حتى جربت غسل، جلف، سكراب، كله ما فاد. صبغت فوق وكان لازم إني بعدين أغطي. طبعا كل مرحلة كنت أسويها كنت أقول أجرب هالمرة، وإذا ما فاد أرمي. يعني هذه الفكرة كانت دائما بدماغي. بعد ما نشف الصبغ غطيته بقماش، استخدمت هذا الغرة، عملت ميكس غرة وماء، خليت غرة شوية على الغطاء، بعدين أخذت قطعة القماش وخليتها بميكس الغراء والماء، شطفتها بهالشكل. السبب هذه الخطوة بأني ما كنت حابة يكون القماش مفصول عن الخشب، حابته يكون وحدة واحدة وملمس واحد، فكنت حابة القماش يكون ملمسه قاسي شوي، مو كقماش كتان. وغلفت الصندوق كله بهالطريقة وانتظرت إلى أن ينشف. وبعد ما كملت أكيد رجعت كل المفاصل والقفل بمكانها. بالنسبة لداخل القماش أيضا غلفته بقماش مشجر حتى ينطيها منظر الشابي شيك. أول شي خليت غرة على الأطراف ولصقته بهالشكل.
ومثل ما قلت، بعد ما لصقت الأطراف فقط، لصقت من الداخل هذه الحشوة. كنت حابتها تكون وثيرة شوية ومتبطنة من الداخل. هذه كانت القاعدة، عملتها بهالشكل. وأيضا بالنسبة للغطاء أيضا اشتغلته نفس الطريقة، لصقت الأطراف وبعدين خليت الحشوة وطبقته ولصقته. وابتديت الشغل القاعدة السفلية والعلوية بنفس الوقت. أخذت قطعة من الكرتون، قصيتها قالب من الصندوق، وبعدين قصيتها أقل بشوي حتى تقدر تقعد أو تدخل داخل الصندوق. وبعدين ابتديت أغلفها. أيضا قصيت الحشوة، لصقتها عليها، وبعدين غلفتها بالقماش. طبعا هذه كانت قاعدة الشنطة، عملتها سادة بهالشكل. خليت أيضا شوية غارة من الأسفل ولصقتها بهالشكل. نبتدي هسه بالقاعدة العلوية اللي هي للغطا. أيضا لصقتها من الداخل بهالشكل، وابتدي إذا أريد أسوي بيها أي موديل. أنا استخدمت هذا شريط الدانتيل أو الفستو بأني عملت بيها جيوب. طبعا واحد ممكن يضيف أي شي يريده حسب احتياجه لهذه الشنطة. ممكن جيوب أكثر، ممكن شريط لاستيك حتى يكون يحمل بعض الأغراض. أي شي ممكن تضيفيه بعدين ورا ما تكملين التغليف.
بالنسبة للجيوب استخدمت هذا لاصق القماش حتى تكون أقوى شوي. ولصقته بعدين بالغطاء بهذا الشكل. طبعا وبعد ما كملت منظر اليدات والمفاصل الحديد ما كانت عاجبتني، فصبغتها بهذا البيبي بينك. غلفت القماش لاصق شفاف وابتديت أصبغ. كثير حلو هذا اللون. اللي تعلمته من هذا المشروع بأنه أي مشروع تجديد بأنه لازم واحد يكون مرن، يعني يتوقع أي شي حيطلع. أول شي فكرت إني أرميه، وبعدين كانت النتيجة حلوة والحمد لله إني كملته. اكتبوا لي تحت لو عندكم صندوق حابين تجددوه وحتستخدمون التجديد بالقماش لو لا. طبعا بعد ما كملت المشروع ممكن إضافة أي شرائط، أي دانتيل بالداخل حسب الرغبة. أنا ضفت له شوية هاي الدانتيلات الألوان والشرائط، حسيته محتاج لون بعد. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم وأشوفكم في فيديوهات قادمة. باي باي.